مساء الخير بنات، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لكم طريقتي في تحمير الدجاج في الفرن باسهل طريقه، ويكون يعني هشيش بزاف ورطب. نشوفوا مع بعض المقادير. هنا عندي ليكويد، كذلك هنا عندي الحبه قارص، نصف حبه قارص، عندي الخل، عندي كميه من الزيت يعني 2 مغارف زيت، هنا التوابل، عندي الرند، عندي ملح، عندي زنجبيل كميه صغيره يعني اللي درت، هاي المغرفه الصغيره. كذلك هنا درت نصف ملعقه صغيره قرفه، ملعقه ممتلئه فلفل احمر، ملعقه مش معمره مليح عفوا كمون، فلفل كحل، كذلك كركم وقزبر. اذا نمروا مع بعض الى طريقه التتبيله. اول حاجه هنا عندي هذا الزيت، حنحط كامل هذه التوابل مع بعض ونخلطهم. كذلك نسحق الياغورت الطبيعي، نسيت ما ذكرت لكم شو المقادير، يعني راح ندير هكذا كميه كل وحده وعلى حساب الكميه راح نديرها. كذلك حنديروا عصره من القارص، هنا ضو القارص والخل يخليو الدجاج تاعنا يعني طري هشيش هكذا. كذلك نزيد شويه من الخل، نخلط كامل هذا الخليط ونتبل به الدجاج تاعي، ونخليه تقريبا اللي عندها الوقت يعني تتبلوا الصباح وفي الليل طيبوا، ولا على الاقل ساعه باش تشرب لكم كامل هذا الخليط. وهنا راح نزيد كذلك ملعقه من الخردل او الموطارد، يعني هنا الدجاج تاعي راح يبنوا الموطارد يعني الياغورت الطبيعي. هكذا نجيب الدجاجه تاعي ونبدا ندير لها هكذا هذه التوابل كامل، ندخلوهم كامل في الدجاج بهذه الطريقه، ونخليوها يعني تتشرب بهذه التوابل، تجي بنينه بزاف وهشيشه، يعني يجي كيما اللي تشريوه برا. هكذا ندخل كامل هذا يعني الخليط في الدجاج تاعي. كذلك البنات راني نسيت ثوم غبره، حنحط شويه، نتوما خلطوها مع هذا الخليط، انا نسيت. هكذا، واللي عندها الثوم العادي يعني تقدر تخدم به كذلك. هكذا يعني الثوم راح يمد لها طعم كذلك رائع. ندخلوه هنا في بين الجلده يعني ما تحاولوا انكم ما تطيروش الجلده كامل، غير شويه هكذا دهنوها من الداخل. هنا انا نخلي كميه، هذه الكميه نحتاجها فيما بعد باه نعت لكم طريقه، لاني راح ندير دجاج محمر مع الخضار. بنات بعد مرور تقريبا ساعه على يعني الكويس تاوعي راهم تشربوا لي شويه، راح نديرو انا بالخضر. هاد الخضر يعني حيطلقوا لي الماء، لانه الدجاج تاعي مش راح نحط فيه كامل الماء. هنا عندي حبه بصله كبيره، عندي حبه بطاطا، حبه زروديه، وانتم الخضر اللي تعجبكم يعني تقدروا تحطوها. حنحطهم كامل هنا في الطبق تاعي، حنفرشو يعني مام هذو يجيو بنان بزاف. وهاد التتبيله يعني اللي بقات لي رايحه ندير لها هذيك راني راح نفرخها لاصوص هذه، عفوا يعني نتبل بها هذه الخضر بهذا الشكل، خلطهم مليح ونفرشهم هكذا. هنا ما تقولوش البصل بزاف لانه راح يعني البصل يذبل بسرعه. حنجيب الكويس تاعي نحطها بهذه الطريقه، هنا حنغطيها بالالومنيوم. وهنا نكون سخنت الفرن تاعي على درجه 200 درجه 10 دقائق من قبل، ونحطها هكذا بالالومنيوم. نحسب مده ساعه تماما، كي تمر الساعه رايحه يعني نشعل غير من تحت،
كتمر الساعه راح نحي الالومنيوم تاعي ونخلي الدجاج تاعي يكمل الطياب من غير الالومنيوم. نلقى الخضر تاعي والدجاج يعني طلق لي صوص وتبدا تتحمر يعني لي كويس. كي تلقاو هذوك هذيك لاصوص حتهزو، كي تلقاوها تحمرت شويه هزو هذيك لاصوص شويه وفرغوه فوق الدجاج تاعكم وهو يكمل يتحمر يعني. وفي الاخير راح نشعلوا له من فوق يكمل التحمار تاعو حتى تلقاوه كيما تحبوه. اذا هنا بعد ما تحمر لي الدجاج تاعي مليح كما راكم تشوفوا راح تشوفوه في طبق التقديم ان شاء الله. شوفوا يعني لاصوص اللي طلقتها البصل والدجاج درت لها غير نصف حبه طماطم يطيب غير بالبنه تاع هذا الخضر. اذا هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم. الدجاج تاعنا تحمر بطريقه رائعه جدا كما راكم تشوفوا. كذلك الخضر راهي طابت. هنا حطيت شويه ارز في الماء والملح ودرت له شويه هيل ونجمه الارض طيبتهم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم وتبارطاجيو الاصدقاء. كذلك راني نستنى في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.